يا صباح الفل، انا وصلت بالسلامه اهو. ماما يا جماعه، عشان الناس كلها، ماما انت عارفه الناس كلها كانت بتبعت لي تسالني ممكن تروح ترجع تاني اليونان عشان تصور فيديوهات مع طنط. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، صباح الفل. صباح النور. بابا استنوا بقى، بابا مستنيني ارجع عشان يتفرجنا على ايه يا بابا. صباح الفل. كل حاجه بتاعتك كبرت. تفاح. التفاح صح. استنوا يا جماعه نوريكم، بص استنوا اوريكم حاجه. ما رضاش يقصهم غير لما اجي عشان نوريها لكم. استنى اهو الوردتين، بصوا جمال ازاي. ورد بلدي حلوين قوي ما شاء الله. انت يا بابا اللي كنت بتراعيهم. ايوه برافو مي. ايوه، ودي شجره اللي هو التفاح الكمثرى اللي هو ده اهي، بدات تطلع اخيرا. والثانيه فين الثانيه؟ اهي. ايوه الثانيه صح. ايوه. ودي ديمترا بنت الجيران. اهلا اهلا اهلا. ودي كريمه يا جماعه. ودي وشجره العنب. عنب اهو كله. يا بابا كل الجيران بيسلموا عليك. كلهم بيسلموا عليك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. يا جماعه انا الحمد لله وصلت بالسلامه. هو المشكله بس ان انا كنت راكب. كريمه حبيبتي بصور، عايز اتكلم. معلش. الفكره ان انا كنت حاجز ميعاد طياره وحش جدا، اللي هو الساعه 4 الفجر، واوصل اليونان الساعه 6. فانتم متخيلين. بس الميزه الوحيده في الموضوع ده، بعيدا عن ان الميعاد كان غلس جدا، بس بصراحه ميزه حلوه جدا، هو ان انا اتفرجت على شكل الشروق والشمس بتطلع في السماء، والدنيا بقى بتتحول من ضلمه لنور. فدي كانت ميزه كويسه جدا، والحمد لله ان كان الكرسي كان جنب الشباك. تمام. وده كان منظر الشروق من الشباك بتاع الطياره. الدنيا طبعا كانت مظلمه، ومره واحده لقيت بقى الدنيا نورت لما الشمس طلعت. ايه رايك في العجله؟ شفت انا بعمل رياضه الصبح؟ ايه رايك في العجله؟ انا كده متعود اصحى الصبح، اخد العجله، اخد لفه الصبح واجي. ايه رايك في العجله؟ جميله ومريحه، ومش بتخليني ابدل سوق واحده. وايه رايك في السماعات بتاعتي؟ بتاعتنا، العجله بتاعتنا، والكوتش بتاعي، وفي الشورت بتاعي والتيشيرت. ايه رايك في حياتي؟ انا عشان ده مش بيتي، انا لا يا تاتا، ده بيتك يا تاتا. هو بيتي، ما تقوليش بقى عجلتي كوتشيه. يبقى تديني فلوس. ايجار بقى. ايجار بقى الحاجات دي كلها. ماشي ايجار. جماعه بالليل واحنا قاعدين في الجنينه كنا سامعين صوت خروشه، صوت غريب. فخفنا ودخلنا جوه، قفلنا الباب. الصوت كان عامل ازاي؟ وفي خروشه، فقلنا ممكن يكون فار. غريب قوي يا جماعه. ايوه. قلنا ممكن يكون فار، ممكن يكون تعبان، عادي احنا في جنينه وفي جبال وجزيره، طبيعه بقى. فالنهارده استخبينا. النهارده الصبح برضو لقينا حاجه بتلعب في الشجر، وبندور اكتشفنا بقى ايه. تاتا تعالى اوريهم. ده خايف يمسكها. ما تخافش. لقينا في الجنينه اكيد. طب اصل احنا الجنينه بتاعتنا استحاله، طب هتدخل منين؟ فهي بطيئه. الباب يا ابني ده كان عندي السلحفاه ما ينفعش تتربى دي. استنى بريه دي، خلي بالك. استنى. لقينا السلحفاه دي ازاي؟ ايه؟ بص كبيره قوي. دي عندها 106 سنه. انت ايه بتألف يعني ولا لا، مش؟ عشان بتعد الحاجات دي مع كل واحده ب10 انا فاكر. كل واحده ب10. ايوه يا وانت ابني. عديت بقى الحاجات دي؟ عديتهم هو- ازاي يا تاتا؟ تقريبا كده انا قلت ايه كده. هو دراسه عملها وهو قاعد على القهوه. فلقينا يا جماعه طلع لنا الرزق ده، السلحفاه المخيفه الغريبه دي. ده تنين يا ابني. صوت خايفه. خايفه انا اللي خايف. وسريعه جدا. الغريبه ان هي مش زي اي سلحفاه. بصوا بتجري ازاي. لو بتتسلق وبتاع. لا، اللي بيقولوا السلحفاه بطيئه، لا يا ماما دي مش بطيئه خالص. ايوه. هي جت من الجبل، انا قبل كده كان في الاكبر. فالغريبه بقى ان هي سريعه جدا، بتجري ورا القطط. القطط خايفين منها. ايوه. وشفت لما كانت عايزه تدخل لكريمه، كريمه طارت. البطه عملت دخلت جناحها ايوه وراحت خافت. طايرة. فاحنا لقينا رزق وجالنا. كان في، اقول لك انا، كان مره عشان الجبل قدامنا بينزل حاجات يعني. في الشتاء كان الثعلب. ماشي تعالب، ده حاجه عاديه. لا، وقبل كده السلحفاه بس ضخمه. سبناها في الارض كده. دلوقتي نزلت لنا دي، وكان في قنفذ. مره كان معدي قنفذ بس. يا جماعه ايوه دي بصوا بتمشي ازاي. استنوا. تتسلق. وبتعمل صوت وهي بتنزل دق.
دي فعلا سلحفاه جبليه دي يا جماعه، دي بس خطر. تحس رجليها فيها عضلات. ايوه ممكن تعض دي. اه بص بص بتجري. دي من ايام الديناصورات دي، خلي بالك. ايه رايك في الجنينه الحيواني اللي عندنا؟ أنا بدات اقلق في دب ممكن ينزل من فوق ولا ايه، مش فاهم. ده برضه استنوا بصوا بقى، بصوا بقى دي مولوده جديده، بنت سيده، بنت واحده من نوعهم اسمها بس سوسه. شكلها حلو قوي. قرب يا بولا شوفوا عينيها. ثانيه واحده اهي يا جماعه، ودي سميناها ايه؟ سوسه. سوسه. يا سوسه. صغننه بصها وهي ابتدت تمشي. سوسه يا سوسه. سوسه يا سوسه. امها جايه. سوسه. بصوا اهي دي امها بقى. تعالي يا اختي. سيدة. نو سيده تعالي. التاني راح فين مع نفسه هناك. وصل بجد ايوه والله. وصل في الاخر يعني. بصي الصوت روح وريه لهم، هنا. روح وريه لهم التاني بص فين. بتمشي ازاي لوحدها بسرعه ازاي. جنب حماية. بس راح فين؟ هو بيدور على اي خن يستخبى فيه. عايز اي خرمه. ودي كانت يومنا وحكايتنا. يوميات. لسه يا جماعه في حاجه عايز اوريها لكم. وانا في مصر رنا قريبه مودي مطبخ الهدى اللي بنطلب دايما من عندهم الاكل كلمتني قالت لي في واحده صاحبتها بعتلك بقى ايه هديه. وانا ما كانش معايا مكان في الشنطه علشان الناس كتير قوي بصراحه بتبعت لي عايزين نبعت هديه. المهم بجد يا جماعه مش دايما بيبقى معايا مكان في الشنطه يعني عشان بيبقى كلها فسيخ و مأكولات. يعني فطير. وفطير، فاحنا دايما الاكل بيبقى مالي الشنطه، فانا اخدت معايا دي. هو عامه Seafood. ايه؟ Seafood with ordinary food. هاتي بوسه. ماشي انا المهم شفت الباكيت بس افتكرت. هو بصي دي هديه ليكي ما فتحتوش الصراحة. من براند اسمها ايه؟ ننتوشه. اوكي؟ بعتلك ايه بقى؟ تعالي نشوف ننتوشه. هحط لكم برضو اللينك بتاعها. اهم حاجه هو الورق. أنا شايفة شطة. الله شنطه للسوق. حلو. بس برضه لازم تديني الكريتيكال. ايه ده، دي عليها اسمها. ايوه استنى بصي الشنطه دي هي بعتها هديه لماما يا ولإيلين. كاتبه بوبي. ايوه ليلي. ايوه. معايا دي شنطه بحر. اهو ده الكارت بتاعها. جربوا بصوا عرفتها؟ ده اهو البراند. ليلي فين ده؟ فريني دي اهي شنطه مكتوب عليها بوبي. فيها العين اللي انا بحبه. الله حلو عشان الحسد. العين يوناني دي. لا مش على حسب، انا بحب العين. ودي ايه دي؟ ودي ايه؟ تعالي نشوف. اكيد ده ودي لقلاني اهي. ثانية واحدة نشوف ايه. سمية. الله ده هاند ميد كله. بولا. كويس. انا ايه لقلاني. ماشي. قلت لها تكتبي عليها اسمي عشان تبقى ايه؟ تفتكريني. عشان الانكل فيفورت انكل ده. ده. جماعه عليها 5 حلوه قوي. بص ده هاتوا. أنا ليا في بعض. بتحطي العين. ايوه وريني. ده أصلا. بورتمونيه تحطي هنا فلوسك وكده. بصي محفظة. هات ده شكلها. بورتمونيه. دي بومبومبي. دي بومبومبي. بص طياره عشان انت بتسافر كتير. للبحر. وده أنا هعمله حاجة للحاجة. بص كله معمول بحاجات الطبيعه. حلوه قوي قوي حلو قوي. قوي. وده بورتمونيه اهو. بص بعد ده. كده تمسكي صوت كده بالبحر. اوكي ومن ورا الاسم. عاجبني قوي. ثانك يو والله حلوين قوي. ثانك يو تسلم ايدك. شكرا نتوشه. ننوشه. نتوشه. نشوشه. ننتوشه. شكرا نتوشه لو قلتها صح. المهم اللي انت ذوقك حلوه قوي. ثانك يو حلوين قوي. وميرسي قوي وجو في وقتهم عشان الصيف. أيوة. ده على فكره مش حكايه بحر، ده ممكن ابريميدي كده فولكا. حلوه قوي. حلوه قوي. انا عاجبني قوي ده. ثانك يو. وده ميرسي قوي. الكنز ده بس مش هنفرجكم عليه المره دي غير لما تقولوا لنا تفتكروا هيبقى عباره عن ايه الكنز ده اللي احنا مخبيين فيه حاجات مهمه جدا. ماما مش بتحب حد يجي جنبه، خلي بالك. بس انا جبته عشان كان محطوط في البيت فقلت اجيبه عشان يبقى في بيتنا هنا. ايه رايك في المفاجاه دي؟ ايوه كان نفسي من زمان انا ما بالظبط. مسكتش الشنطه دي. بالظبط فانا جبتها لكم. فتفتكروا ايه اللي جوه الشنطه؟ العلبه دي فيها ايه؟ الشنطه دي فيها ايه؟ قولوا لنا بقى لحد ما نفرجكم عليها المره الجايه. يا جماعه بصوا تاتا لابس ايه. تاتا ممكن تلف تفرجنا على اللبس.
دلوقتي يا ماما احنا رايحين بقى فين؟ معلش يا جماعه عايز اقول لكم ان اكتشفنا ان واحده صاحبه ماما من ايام المدرسه. زمايل. هي اصغر مني، الدفعه الاصغر مني، بس في نفس المدرسه. كانت في مصر يعني؟ في كايرو. القاهره. وبالصدفه بعد 20-30 سنه لقينا اللي هي عايشه في سلامينا ومتجوزه ومخلفه، فتحت مشروع بالصدفه، اتقابلنا. يعني طبعا فرحتنا كأننا رجعنا في المدرسه. فاحنا النهارده بالظبط احنا النهارده رايحين الاوبننج بتاع محل الايس كريم بتاع صاحبه ماما اللي كانت معاها في المدرسه. اوكي. وهنا وصلنا للمكان بتاع صاحبه ماما اهي، وماما بتسلم عليها وبتبارك لها. عايز مره بقى اروح اصور لكم مع طنط وخليها بقى تحكي لنا حكايتها في مصر كانت ايه الحكايه. وده الوافلز اللي احنا كنا طالبينه، كان طعمه حلو جدا جدا. هاي يا ماما احكي لنا، صاحبتك بقى منين؟ صاحبتي منين؟ راحت لسمية في الصيدليه. ولقيت سمية قالت لها انت من انهي بلد؟ راحت سمية قالت لها انا يونانيه من مصر، بابا مصري وماما يونانيه. ايه ده؟ انا كمان انا كنت في مصر في كايرو. قالت لها مامتي كمان من كايرو، انا كنت في مدرسه تامبيتشو كيلوبوليو. ايه ده؟ انا كمان طلعت من المدرسه بتاعتي. هي كذا سنه اصغر مني، في السبعينيات يعني. وطبعا قابلنا يعني لقينا بعض في الفيسبوك، وبعد كده اتقابلنا. طبعا كانت بعد سنين طويله، يعني بعد 30 سنه او بعد يعني السنين دي كلها تلاقي برضو زميلتي اللي كانت في المدرسه في القاهره معايا. لا ده كان حاجه حلوه قوي. فتحت مشروع ايس كريم. عرفت بقى ليه قالت لي فتحت مشروع ايس كريم هنا باغوتومانيا. جينا بقى عشان النهارده اول يوم نشجعها، وطبعا فرحانين اللي احنا شفناها واسرتها عايشه هنا. بص الصدف يعني الدنيا قد ايه صغيره. هم كلموني عشان اعمل فود بلوج. ايه بلوج؟ اعمل فود بلوج عشان ادوق واجرب، هدوق واقول. تعملوا ايه؟ بتاخدوا ايه؟ بقول لك ايه؟ جامده قوي عليها. طبيعيه قوي. كريمه مدغشقري. مدغشقر ها؟ الكريمه دي مدغشقريه كريمه فانيليا مدغشقر. ندوق بقى الفانيليا احنا كمان مدغشقر. مدغشقر فعلا جوسي خالص. ايه يا ماما؟ دي شوكولا بقطع البارفيه، شوكولا قطع. دي ليلا باوزر حلوه قوي، معموله من ليلا باوزر. انا حامل، انا كنت باخد الكراتين. دي البسكوت اللي بتبقى هي سمية حبيبتي، اختي حبيبتي لسه مخلصه الشغل. اكل بقى بس حلو قوي. لا النهارده ده لا يعتبر شبه وما فيهاش ريحه البيض. انا بكره الوقت اللي احنا طويل ده حلو. تبريز انت بتاكل بالسكينه؟ كمان والله كنت عايز حاجه مسترجعه على كتالوجا. الكلب ده مش بيرقص طيب ولا ايه؟ وبكده الفلوج بتاع النهارده يكون خلص. يا رب يكون عجبكم والحمد لله او وصلت بالسلامه. استنوا بقى الوصفات. ماما هتعمل لنا شويه اكل تحفه النهارده. عملت لنا اكله تحفه. ايه هي بقى؟ لا ده كان امبارح، انا بتكلم على اكل النهارده. باميه باللحمه. لا كان امبارح. النهارده عملتي اكل ايه؟ ما عملتش خالص. بالظبط كده. عارفه لو عندك كام سنه. صباح الفل.